2022. نقطة أخيرة، اليوم مزعج لما يتحدث اليوم ما أتكلم عن المشجعين وتنافسهم، هذا شيء يخصهم، لكن اليوم لما إعلام يعني يفترض يعني يحمل أهمية كبيرة جدا لرياضة وطن، أنه يبدأ يتم التقليل من سالم الدوسري ولا وش سوى سالم الدوسري وعلى أي أساس يتم ترشيحه. اليوم بالأرقام هو مترشح. الناس هذه ما هي متعودة. ليش؟ لأنه يحبون نجوم معينين. خلاص مو نجم لا تقرب له، هو أسطورة زمانه أو أسطورة تاريخه. لما ترجع لأسطورته هو اللي يحبه واحترامه لشخصه ترى أرقامه ضعيفة. فاليوم نجي على أرقام عبد الرحمن ترى تفضح. إذا جيت تتكلم عن سالم، لا سالم تجيني يعني أنا عبد الرحمن من نجمي المفضل أنا يوسف الثنيان، ولا أقبل فيه مناقشة. لكن اليوم تقول لي من هو أفضل لاعب في تاريخ المملكة العربية السعودية، رغما عني ما هو ولا هو طيب فيني اني اقول هالكلام هذا فرض نفسه. سالم الدوسري هو اعظم لاعب بالارقام. طيب. بالارقام كسر طيب. كل شيء سالم. طيب. كسر شيء. احنا عندنا عبد الرحمن شيء منا متعودين، اي شيء قديم هو الافضل. فنان القديم ما هو احسن واحد، ما عادي يجي فنان احسن منه. لاعب كرة قدم عادي يجي واحد جديد يصير احسن من القديم. صح. اليوم نعيش عهد كبير. اليوم عبد الرحمن حتى اتكلم على مستوى كبير في الدولة. اليوم نعيش في شيء مو بسيط، هو امتداد لنجاحات السعوديه. اليوم كل يوم رحنا شيء قفزنا. فطبيعي اليوم لما يكون عبد الرحمن العامر برضه، ليش اليوم اتغنى باسم مذيع قديم ما في له؟ لا عادي يجي عبد الرحمن العامر يصير احسن منه عادي. ما في شك. كلام هذا كل واحد